سانوف براند صيني موجود من 2016. البراند دوت شعاره ازاي يخلي الحياة اسهل. عمل ريسيرشز كتيرة وعمل تقدم كبير جدا في السوق، وبيطمح ان هو يبقى ليدر في المجال بتاع السمارت هوم. سانوف طورت برنامج سميته ايوي لينك. ايوي لينك ده الابليكيشن اللي بيتحكم في كل الديفايسز بتاعه سانوف. الابليكيشن ده سهل، يوزر فريندلي، وفي فيتشرز كتيره هنتكلم عليها بالتفصيل في الفيديو ده. اول فيتشر هي الريموت كنترول. فعن طريق الابليكيشن هتقدر تراقب وتبص وتتحكم في كل اجهزه سانوف عن طريق الانترنت ريموتلي. تاني فيتشر هي الشير كنترول. فهتقدر تشير بعض الديفايسز او كل الديفايسز مع يوزر تاني عن طريق رقم تليفونه او الايميل، وتعمل له شير. هو هيستقبل نوتيفيكيشن فهيشوف الجهاز ده ويتحكم فيه لو انت حابب. تالت ميزه هي الكاونت داون تايم. دي ميزه علشان لو حابب تشغل جهاز لفتره معينه وبعد كده الجهاز يفصل، زي ان انت تشغل فيشه لحد ما الموبايل بتاعك يشحن عشان تحافظ على البطاريه، وبعد كده الجهاز هيفصل لوحده. رابع ميزه هي الباور اون ستيتس. بمعنى ان الجهاز اول ما يوصل له كهرباء الاستاتس بتاعته هتبقى اون او اوف حسب ما انت عايز، وده مفيد علشان لو هتستخدم مفتاح النور القديم اللي عندك. خامس ميزه هي الهيستوري اوبريشن ريكورد. ده اللوج او الهيستوري بتاع الجهاز، فتح امتى، قفل امتى، الساعه كام، ويوم ايه، عشان لو حابب بعد كده تعمل موديفيكيشن او تحل مشاكل ترجع له. سادس ميزه هي السينك ستيتس. فانت لو حصل اي اكشن بتشوفه بشكل لحظي على الابليكيشن من غير ديلي. سابع ميزه هي اللان كنترول. انا لو الانترنت قطع تقدر تتحكم في الاجهزه عن طريق اللان. تامن ميزه هي الفويس كنترول. Alexa, turn on the plug. Okay. Alexa, turn off the plug. Okay. تاسع ميزه هي المالتي لانجويج سبورت. عشان الناس اللي بتقلق من الصيني تعرف ان في لغات تانية جوه الابليكيشن. عاشر ميزه هي السمارت سينس. فمثلا ممكن تعمل مشهد صباحي ان هو يفتح النور ويشغل الراديو والكوفي. الميزه رقم 11 هي الانشنج مود. زي مثلا لو وصلت المكوة بتاعتك بالفيشة هتفصل بعد نص ساعة لوحدها كل ما تفتحها. الميزه رقم 12 هي الكاميرا فيتشر. برنامج ايوي لينك بيسبورت الكاميرات بتاع سانوف، ودي كاميرات فيها ميزة الموشن ديتكشن، عشان اول ما يحصل حركة في المكان بيسجل لك الحركة ديت، بحيث ان انت لما تحطها في مكان وحصل اقتحام غير مرغوب فيه يجي لك اليرت. وممكن برضو لو حد دخل وانت عايز تعمل له بارتي مثلا، اول ما بيخش الكاميرا بتحس فيبدأ يشتغل السيناريو بتاع البارتي. الكاميرات دي بتسبورت لحد 256 جيجا ستورج، وكمان ممكن تسجل على الكلاود لما المساحة دي تتملي او مش عايز تحط ستورج فيها. الميزه رقم 13 هي الانترلوكينج. الميزة ديت بتبقى مهمة لما تكون عايز تبدل في الإضاءات، فأنت كل ما تفتح مفتاح الباقي يفصل، فأنت كده بتبدل في الإضاءة. الميزه رقم 14 هي السيلف لوكينج. فأنت لو عايز تعمل لوبينج للتشغيل بحيث إن الجهاز يشتغل لوقت معين كل وقت محدد. فمثلا لو أنت عندك حوض سمك ممكن تخليه يشتغل لمدة 5 دقايق كل نص ساعة عشان الأكسجين. وبكده ينتهي الفيديو الخاص ببرنامج ايوي لينك. ان شاء الله هنكمل بقيه البروشور في فيديوهات تانية. لو عجبك المحتوى دوس لايك واعمل سبسكرايب عشان تكمل معايا الفيديوهات اللي جايه.